ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله انا هعمل فراخ مشوية. عندي هما بس فردين اللي هياكلوا، لا 3 افراد هياكلوا، فانا هعمل 3 وراك دول. تمام. وعندي بقى ال3 وراك، وعندي بصلتين هبشرهم، وعندي كام طماطمية كده برضو. تمام. وعندي ليمونة، وطبعا الخل غير التوابل. تمام. هعمل الفراخ المشوية، وهعمل جنبها بقى الرز البسمتي. وطبعا عشان رز بسمتي يبقى لازم هيبقى عايز شوربة، فعلشان خاطر الوقت والكلام دوت، فانا كان في عندي شوربة في الفريزر، فانا طلعتها وهستخدمها. تمام. تمام. طبعا بقى هبشر البصلية كده بتاعتي، وهبشر برضو الطماطم. برضو هنبشر الطماطم. طماطم يا بنات هتتبشر احسن ما تتضرب في الخلاط. تمام. انا بشرت البصلايه زي ما احنا شايفين اهو، وعملت برضو الطماطميتين بتوعي بشرتهم بالمبشره. تمام. عندي التوابل اهي، عندي الفلفل بقى، وعندي الملح، وعندي الكاري، وعندي البابريكا، وعندي ال7 بهارات، وعندي الكركم. تمام. عايزه تزودي اكتر من كده انتي حره، انتي وحره. انا هعمل بس 3 وراك، فكفايه الكميه دي عندي حلوه قوي. انت عايزه تحطي حاجات اكتر من كده حطي، يعني انت وذوقك واللي انت عايزاه كله. تمام. عندي طبعا الليمونه اهي والخل. هاخد الحاجات دي كلها بقى اخلطها مع بعضها في البوله بتاعتي. بسم الله. هنزل بالبصل. بسم الله. هنزل بالطماطم. تتبيلة الشوى الفراخ دي يا بنات لازم تطفي معاها فحمية عشان طعمها الحلو بقى، والمزة بتاعتها كده تبان مع الفحم. احسن حاجة ان انتي بعد ما تخلصي خالص بتطفي فحمية في قلب الصينية، تدي طعم جميل بقى للفراخ المشوي. هنزل بالتوابل. بسم الله. الليمونة. هنزل بقى بخل مش كتير برضو، يعني معلقة كبيرة كده بس كده. تعالي بقى شم الريح، تعالي بقى شم الريح، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. هحط لها بقى معلقة زيت برضو عشان تلمع الفراخ كده. ننزل بالزيت. بسم الله. في بقى احلى من كده دلع، هنمسك الوراك دي بقى وايه، ونحط تحت الجلد ونخليها تمام، نظبطها تظبيطه حلوه. تمام. هنجيب بقى الوراك. بسم الله الرحمن الرحيم. من تحت بقى، من تحت الجلد كده. انا بحب اشتغل بايدي بصراحه، مبحبش اشتغل بالمعلقه دي ابدا. تمام. كلها بقى من تحت ومن فوق اشيلها واحطها في الصينيه كده. خلاص الوراك اهي. هحط بس شويه زيت كده على الوش، واروح محطها على البوتاجاز من فوق، واول ما تستوي هحطها تحت الشوايه واطفي فيها الفحم. ماشي.
اعمل الرز البسمتي عندي كيلو، عايرته بالكوبايه دي، عمل 5 كوبايات. هحط لهم 10 كوبايات من الشوربه. طبعا انا مسخناه اهو. عندي التوابل بتاعتي، عندي الكاري وعندي الكركم، تمام، وتوابل الفراخ، عندي لومي، وعندي القرفة اهي، وعندي الملح، وطبعا عندي سوداني انا هحمره الاول في معلقة زيت مع معلقة زيت مع سمنة كده. يا سلام بقى لو في زبيب بقى بيخلي طعمها حاجة تانية خالص. شلت السوداني اللي انا حمرته في السمنة والزيت، هنزل بالتوابل. بسم الله كده، الله عليك الله. هروح نازلة بقى بالشوربة. نزلت بقى بالتوابل بتاعتي كلها. اول ما تغلي هروح محطة الرز، هغسله واحطه، واول ما يتشرب هحطه على الصاج واوطي النار عليه جدا. كده هنزل بقى بالرز بعد ما غسلته. بسم الله بسم الله. طبعا ظبطت الملح وكله تمام. هسيبه بقى يغلي لغايه ما يتشرب. قربت ما شاء الله اهي. هنقلبها بقى تقليبه كده حلوه، واروح حطها على الصاج وما تتشرب خالص تستوي هرجع لكم تاني. الوراك كمان اهو قربت كمان تشرب المية بتاعتها هي، وداخلة على سوا. تمام. اول ما تشرب المية بتاعتها دي هروح برضو حطها تحت الشواية، وما تخرج هطفي فيها الفحم. انا طلعتها من تحت الشواية، هبتدي بقى ايه، احط الفحماية كده. بسم الله. الفحماية وانزل عليها بمعلقة زيت. بسم الله. واغطي بقى علشان ريحتها. والرز اهو ما شاء الله لا قوة الا بالله، زي الفل وطري زي الفل اهو. مفلفل اهو زي الفل. تمام. حاجة كده ما شاء الله، يعني تفتح النفس، وريحتها وطعمها فاخر من الاخر، ولا اللي بيجي جاهز من بره ده. خدت ريحة الفحم خلاص. هشيل بقى ديا كده. يبقى كده الفراخ المشوية عندي جهزت، وعندي الرز البسمتي جاهز، وطبعا عندي السوداني وهو المتحمص. تمام. وعملنا طبق سلطة. ما تنسونيش بقى من الكومنت واللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.